ولما اتجوزوا ما شاء الله كانت سبب في التخفيف عنه كتير. لا، خلينا نرجع للنقطة الأهم يا شيخ طارق، وهي إن الناس بيتهموه إن هو ملبوس. هل كل حاجة تحصل للإنسان، مرض نفسي، تعب نفسي، نرميها على اللبس وعلى الجن وعلى العفاريت؟ هل في حاجة اسمها كده؟ صراحة ده يعني إن دل فإنما يدل على الجهل الشنيع عند كثير من الناس، إن أي مشكلة تحصل على طول يقول لك ده عفريت راكبه أو بتاع. الراجل ما شاء الله عاقل وزي الفل اهو، ما فيش أي مشاكل يعني. صحيح. ليه إحنا بنرمي على الجن ما لا يتحمل الجن؟ وبعدين في نقطة ثانية، يعني كان في حالة أصعب من حالته، أصابت امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما قالهاش ده العفاريت راكبينك يا ست أو بتاع ولا. قالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي. قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر يا رسول الله. الله يفضل. فقالت بعد ذلك ولكني إذا صرعت أتكشف، لأنه الملابس بتاعتها يعني بتنكشف عنها وشيء من هذا، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لا ألا تتكشف. فإذا هو دلوقتي علاجين، علاج بالدعاء وعلاج بالدكتور جزاه الله خيرا انه هيستضيفه عنده في العياده. فاحنا بناخد العلاج الروحاني والعلاج البدني، وما من مرض الا وله شفاء، واي انسان فينا بيصاب بالمرض. يعني حتى نبي الله ابراهيم يقول واذا مرضت فهو يشفين. فهو يبقى عنده امل ان شاء الله في الشفاء ان شاء الله. حضرتك قلت كلام مهم يا شيخ طارق، ده كلام لا اساس له من الصحه. قلت جمله مهمه جدا وانا هستغلها. قلت علاجه الدعاء ثم الطب. وانا بطالب كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده وبيشوفوني دلوقتي يدعوا لمحمد ان